بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا حبيباتي؟ وحشتوني يعني حبايبي اللي هنا. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا النهاردة بقى جاية مع ست الحبايب، كانت وحشاني قوي قوي قوي. فبجد أنا كنت يعني مسافرة كده شوية، فالحمد لله يعني رجعنا بالسلامة. وقلت اجي اطمن على ماما الحاجة، لانها خلاص مجرد ايام يعني وتروح المستشفى وكده. فعايزه دعواتكم ليها، وشكرا على كل كلمة حلوة انتوا بتقولوها في حقنا. وبشكر كل بنت اصول بتتكلم علينا بكلام حلو، وبشكر كل واحدة بجد يعني متربية مليون مرة في كلامها واسلوبها ودعواتها الحلوة، وليكوا بالمثل. انا بقى النهاردة ماما الحاجة لقيتها لوحديها ومحدش في البيت، وقالت لي احنا كنا اصلا هنصور وكده، وكنا مستنيين ام احمد. بس ام احمد برضو عندها ظروف في البيت، فانا قلت لها والله خلاص انا هشغل التسجيل وهعملك اللي انت عايزاه عشان خاطر عيونك. وكانت عندها بقى جايبه كرومبوتين حلوين كده زي ما انتوا شايفين. فقلت والله العظيم مش هزعلها وهعملهم لها. بس بصراحه يعني اسفه لو اي حاجه جيت فجاه كده في التصوير مش يا عاجبه. مريم يا حبيبة النور. قلبي وروحي، انت عاملة ايه يا روحي؟ والله العظيم النهاردة بصي بالنسبة لي انا حاسة ان انا الحمد لقيت لله على روحي. سلامتك يا الله حبيبتي. يسلمك يا عمري، انت كنت انت وحشاني قوي قوي غبت بشكل. علينا لفين؟ اسفة والله غصب عني، ما تزعليش مني، بس انا ما اقدرش اصلا اعدي الايام دي الا لما اشوفك يعني. ما تحرمش منك ربنا ابدا يخليك يا روحي. ويكبر انت بخاطرك يلا. صحتك حلوة؟ الحمد لله رضا. يا رب دايما حبيبة قلبي. انا لما بشوفك كده انا برتاح والله، وغصب عني الايام اللي فاتت، ما تزعليش مني. بس احنا خلاص مع بعض اهو، مش ما هسيبك انت باذن كنت بقى الله. مسافرة هعمل ايه؟ سافرت لا وسبتين. عمري انا اقدر، والله عمري ما ولا في حاجه تبعدني عنك. بصي بقى، انا دخلت بقى، انا ماما الحاجه قلت لها بصي سيبيني بقى اعمل لك الحاجات الحلوه دي، لانها هي زي الفل وجميله والحمد لله يعني، ربنا يديها الصحه والبركه. بس انا برضو حبيت اريحها ومش عايزاها تتعب نفسها. وفي نفس الوقت هي قالت لي يعني نصور وكده، لان طبعا ابو مالك مش موجود، هو بيعمل لها ورق وكده، بيخلص لها ورق، عنده شغل تاني يعني. فبصراحة يعني بنوتي اللي بتصورني برضه، فيعني التمسوا لي العذر لو لقيتوا حاجة كده ولا كده، والمونتاج بقى والتصوير ونزول الفيديو مش عارفة هيبقى امتى والله. فانا بقول لكم بقى دلوقتي ان ماما الحاجة العسل دي انا عايزة دعواتكم ليها بس، وهي داخلة كده المستشفى، وان شاء الله ربنا يقومها بألف سلامة لكل حبايبها. هنا بقى يا حبيباتي انا جبت المية زي ما انتوا شفتوا الحاجات اللي احنا جبناها واللي هي موجودة. انا طبعا زي ما انتوا عارفين، وانتوا كلكم ستات شاطرين وبنانيت زي القمر. انا سلقت الكرنب زي ما انتوا شايفين كده، وعملت التسبيكة بتاعة المحشي، وكانت عندها البرنجان الابيض ده والكوسة وطبعا الكرنب. فانا قلت ان انا اعمل البرنجان والكوسة في صينية لوحديها، واعمل المحشي الكرنب كده لوحده، حاجات سريعه يعني، انا مطولتش فيها والله، وعملتها سريع سريع كده. وعلى فكره برضو انا عملت كل ده على حسها، يعني هي كانت موجوده معايا وقاعده معايا، بس ما حبيتش اتعبها والله. ربنا يسترك يا بنت، حبيبه عمري. تعبك راحة، انت اللي كنت وحشاني حبيبه سبتني قلبي، لا وسافرت. عمري ما اقدرش، مش هسيبك تاني. الله يسترك يا بنت حبيبة ويصلح عمري، حالك ربنا انت يديك الصحة وحبايبي يا أمي دول. يا رب كده، ويخفف عنك ويبعد عنك كل عيون الناس الوحشة بجد. ويا جماعة يعني عايزة أقول لكم إن النية الصافية حلوة قوي، فصفوا النية شوية، عشان ماما الحاجة أصلا بتحبكم كلكم، وعارفة الناس اللي بتحبها كويس وبتدعي لها من قلبها. فانتوا يعني خليكوا يعني رفقا بينا كده شوية يعني. ما علينا، تعالوا بقى للكرنباية الحلوة دي. شوفوني بقى كده وانا بطلعها واحدة واحدة اهو، ما شاء الله. انا حطيت في المية دي بس شوية كمون صغيرين وحبة زيت صغيرين برضو. حلو قوي بقى، بتفضل الورقة معاكي جميلة، وانتي اصلا مجرد ما بتحطيها في المية بتطلعها على طول. ما شاء الله اهو. بس لازم الورق ده على فكرة انا حطيته على الصينية هنا شوية، وبعد كده فردته يعني علشان ما يتهريش يعني وكده. بس هي الورقة ماسكة نفسها. انا جيت هنا بقى طبعا بقور الكوسه اهو، اقورها وكده، بعمل لها كده الديكور بتاعها اللي بره ده بتبقى عسل قوي. وهي بصي بالبتاع المقوره، وتقومي رايحه كده مشنشراها كده من بره، بتبقى حلوه قوي بصراحه، بيبقى شكلها حلو اصلا يعني. وطبعا اهو زي ما انتم شايفين قدامكم انا بقورها دلوقتي، هي والبرنجان.
وحلوة قوي يعني، هي جميلة وما شاء الله اكلهم حلو، اكلهم حلو قوي، وانا اعملهم الاتنين مع بعض في صينية واحدة وانتوا هتشوفوهم معايا دلوقتي. المهم ماما الحاجة تدوق وتبقى مزاجها زي الفل، يبقى مش حرمنا من اي انت حاجة. بتعملي كل حاجة عسل يا ام. يا لهوي انا بتعلم منك كل حاجة اصلا. زي العسل يا من حبيبتي، ايدي. اي والله العظيم انت اللي بتجبري بخاطري. والله كل حاجة حلوة من ايدك يا حبيبة قلبي. ربنا يا رب يشفيكي ويخليكي وتفضلي كده يعني منورانا، والله العظيم انتي حسك لوحده في الدنيا. بصي ده كفايه والله والله العظيم. الحمد لله. ربنا يديك الصحه يا حبيبتي ويطمنا عليك ان شاء الله. طبعا هم بيحبوها هنا على فكره، بيحبوا برضو، انتوا عارفين اصلا المحاشي محبوبه في كل بيت مصري، وبرضو بره مصر يعني كل الناس بتحب المحاشي بانواعها. بس احنا هنا طبعا انتوا عارفين احنا مصريين فبنحب الحاجات الحلوه دي. فما شاء الله والله كان طعمه زي العسل، وهتشوفوه دلوقتي معانا في الاخر يعني. ما انا لازم ادوق طبعا، ما امال ايه. بيقول لك ايه بقى يعني، لازم اللي بيطبخ لازم يدوق، فانا دقت الاكل. وايه رايك يا ماما؟ حقن المر بدوق. لا ان شاء الله ما فيش مر، في سعاده وفي هنا وفي راحه بال، وان شاء الله يعني ربنا يكتب لنا الخير كله احنا وكل السامعين. انت انا عاوزة تعملي ده كله ما تدوقيش ولا يا تاكلي. حبيبه قلبي ده انت روحي. اول واحدة تقعد معاي. اه ده بيت العز كله والله، وبيت الكرم كله يا حبيبتي، ده كفايه ان هو بس من حسك ومن بيتك. الله يصلح حالك يا بنت، اللهم ويسترك امين انت انا والسامعين وانتي، يا رب. اللهم امين يا حبيبتي. والله كلهم يا ماما بيسالوا عليكي، وبشوف كومنتات حلوه قوي ليكي، وبيدعوا لك وبيحبوكي. ما انا عايزاهم بس يدعوا لي كده ان ربنا يجعلها عملية ناجحة كده يا رب. ان شاء الله والله ما تقلقيش. واجي بالسلامة كده هو عشان باذن خاطر الله. ايناس الغلبانة ده هي. لا هتيجي وتبقي زي الفل والله العظيم ان شاء الله. هتقومي بالسلامه علشان كلنا، وعشان كلنا بنحبك وكلنا محتاجينك، فان شاء الله هتقومي لنا بالف سلامه يا حبيبتي. هنا بقى يا حبيباتي انا جبت الورق وبقطعها بطريقه متساويه ازاي. وطريقه التقطيع دي حلوه قوي، بشيل العروق من فوق وبلفها كده، بتبقى سهله معاكي، متاخدش وقت اصلا يعني. بس انا كنت يعني هنا مستعجله شويه. بس شوفوا طريقتها حلوه والله العظيم وسهله، واكيد انتوا شطار وبتعملوا كده يعني. خدوهم بقى كده واحده واحده كده، بس انا كنت مفردهم قدامكم اهو عشان خاطر ان هو ايه، طالع من النار ما يبقاش على بعضيه كده لحد ما يبرد، بس في الاخر يبقى زي العسل. هتشوفوه دلوقتي معايا. وهنا بقى طبعا غسلت البرنجان والكوسه بعد ما قورتهم كده زي ما انتوا شايفين، وزي العسل يعني. اكيد انت كل واحده فيكو من حبيبات قلبي يعني شطوره وبتعرف تعمل، امهاتنا واخواتنا وبناتي الصغيرين كل حاجه يعني. بصراحه انا بحبكم جدا، وبحب قوي كل واحده بتتكلم بطريقه حلوه قوي، كل واحده بتسال عني وبتقول في حقي كلمه حلوه. وبجد يعني انتوا ناس محترمه، انتوا ناس محترمه. انا من هنا بشكر كل حد بيقدر وجودي مع ماما الحاجه، مش اكتر من كده. هنا بقى انا حطيت اللحمه، سلقتها سليق عادي، حطيت لها ميه وحطيت لها ورق لورو وحطيت لها حبهان والفلفل والبصله والطماطميه، بحيث ان هي ايه تاخد غلوتين 3 كده. وهنا بقى انا كنت سبكت المحشي، عملت له البصلايه، وبعد كده قرنين بقى فلفل كده احمر، لو في اخضر تمام ماشي، وبتحطيها بتضيفيها على البصلايه وبتبقى زي الفل، وتضيفي الطماطم عليها وتحطي لها بقى كمون وكزبره وفلفل اسمر، وطبعا ملح ولو في بهارات محشي حطي، ولو في برضو نعناع ناشف شويه صغيرين حطي، تبقى تحفه. وانا بضيف لها معلقه قرفه بتودي المحشي في حته تانية، وجربوا على ضمانتي. وهنا بقى طبعا بعد ما اتسبكت، انتوا شفتوها اهو معانا في الفقره اللي فاتت يعني، مادام فصل كده الزيت عن الصلصه بتبقى زي الفل، يبقى كده اتسبكت وزي الفل. هنا بقى انا جبت الرز كنت غسلاه، وضفت عليه الخضرة، وضفت عليه كنت يعني بشرة بصلتين كده، حطيتهم برضو عليه، وحطيت لها برضو التوابل بتاعتها، حطيت لها شوية ملح صغيرين، ونفس التوابل يعني يعتبر نفس التوابل، بس ايه بمقدار بسيط كده. وكلها على فكرة في النهاية بتبقى معتدلة وبتبقى متساوية وبتبقى طعمها زي الفل. وان شاء الله يعني يا رب كده بألف هنا على اللي اكل، وانتوا كمان هتعملوها، وانتوا شطار اصلا وبتعملوا احسن مني مليون مرة. انا مجرد حاجة بسيطة يعني في تسلم ايدك يا حبيبة قلبي ميان. تسلمي يا تسلم روحي. ايدك على حاجات كلها زي العسل. حبيبتي انت اللي عسل والله. فهنا بقى بعد ما خلصتها، جبت بقى الصينيه دي. انا بحب اقشر يعني اقطع عليها كده بطاطسايه وبصلايه وفلفلايه خضراء ويعني لو عود شبت ولا حاجه موجود تمام، تدي برضو نكهه حلوه كده وطعم جميل قوي. وهنا طبعا بحشي قدامكم اهو البرنجان والكوسه، بحشيهم مع بعض على فكره، وبيدوا طعم حلو قوي مع بعض كده، بيبقوا عسل يعني.
طبعا انا كملت الصينيه دي كلها، هتشوفوها برضو معايا دلوقتي. والرز شفتوا الرز حبايه بحبايه وجميله وكلها مع بعض كده متماسكه وحلوين قوي. وطبعا مفيش فيها، هي مش جامده قوي على فكره، فيها برضو صوص شويه كده بساط، بحيث ان الرزايه ما تبقاش ناشفه يعني، وبتبقى في الاكل بقى مفلفله وزي الفل. واكيد انتوا كلكم شطار ما شاء الله عليكم، كلكم ستات بيوت وامارات. وعايزه اقول لكم بقى ان انا بحشي، اكيد احنا بنحشي بايدينا عادي والله، وانا ايدي نظيفه يعني الحمد لله. والحمد لله يعني دايما على طول بغسل ايديا ما بين كل حاجه، واصل لازم المحشي ما لو يا ماما ما اتعملش بالايد. انا بحبش اقلب الا بايدي. اه بصراحه. باجي اعمل المحشي اقول لهم انا غاسله ايديا هوت، اه وبحب اقلبه بايدي. انتي ايدك ده، انتي ايدك بقلبه بايديا واحشي بايدي كده، وما لا جوين ولا معالق ولا حاجه انتي زي ايدك حاجه. اصلا لوحدها سكر، فما بحبش بالك بقى اعمل ما الا تحط في كده. الاكل، ما شاء الله عليكي. والاكل بيطلع من ايدك زي السكر، وطبعا لا يعلى تسلم على ايدك، اكلك. تسلم ايدك يا ام تسلم يعني. ايدك انتي يا حبيبتي، وتسلمي وتعيشي يا رب. على فكرة يا جماعة، أنا لما بقول لها كده، أنا بقول لها كده بطبيعتي، أنا بتكلم بتلقائية بتاعتي قوي، وبتكلم بطبيعتي قوي. أنا بحب إن أنا يعني دي طبيعتي أصلا في العادي، يعني لو بتكلم مع أي حد قريب غريب أنا كده. ودي طبيعتي، وكل إنسان فينا له طبيعته وله طلته وله أسلوبه في حياته يعني. فأنا مش يعني مش بتجمل، فده أسلوبي مع أي حد، ودي طريقتي. وسبحان الله، هو ربنا مألف بقى القلوب على كده. لينا اللي بيحب طريقتنا واللي ما بيحبوش برضو، احنا هم على دماغي من فوق. هنا برضو احنا جينا بقى للكرنب بالعسل اهو، بعد ما خلصت شفتوا الصينيه جميله ورصتها حلوه. وبرضو قولوا رايكم انتوا، يعني هو محدش بيحل في حاجته ولا في نفسه، بس طبعا انتوا رايكم على راسي. العين بتاكل قبل ما البق بياكل يعني. هنا بقى طبعا برضو جبت الكرنب اهو قدامكم وبرصت الحله. هناخدها كده دواير كده لحد ما نملاها، وهتبقى زي الفل برضو ما شاء الله بألف هنا. تعالوا اتفضلوا كلي معانا ومع ماما الحاجه بجد يعني، هي نفسها والله كلكم تبقوا موجودين. فدعواتكم ليها ما تقوم بالسلامه كده، تشرفونا كلكم بجد. وهي نفسها اصلا يعني كل حبايبها يبقوا معاها، وتحس كده ان انتوا دعواتكم معاها. ادعوا لها بقى. فشوفوا بقى معاكم انتوا كلكم طبعا بتلفوا المحشي بطريقه زي السكر. هي على فكره انا لفيت شويه وهي لفت معايا شويه برضو، قالت لي لا عشان ما تعبكيش. فكنا قاعدين اصلا بنتسلى مع بعض في الكلام وكده ونتكلم مع بعض. فهي قالت لي لا انا عايزه بقى اكمل معاكي وكده، فهي كملت معايا وتسلم ايديها. بس المقطع ده ما جاش مش عارفه ليه. هنا بقى الصينيه احنا عملناها طبعا في الفرن، وطلعت زي ما انتم شايفين كده على قد يعني. بس بألف هنا اللي ياكل، والله طعمها بصراحه يعني كان معقول ولا ايه؟ انت زي دقتيها طعمها حلو زي العسل. حبيبتي؟ والله كل عمايلك زي العسل والله يا انت اللي حبيبتي. عسل يا حبيبتي. فبألف هنا على قلوبكم، ويا رب يكون الشكل عاجبكم يعني، ويكون عند حسن ظن اللي بيحبونا، والناس التانية على دماغنا يعني. ويا جماعة والله العظيم انا ضيفة، انا ضيفة يا جماعة، يعني اعتبروني اصلا ضيفة عندكم كمان. فلما ابقى ضيفة عندكم انتوا المفروض ترحبوا بيا، يعني لو حد جاي لي ضيف او كده او بيرحب بيا او بيكلمني، انا هشيله فوق دماغي حتى لو معرفوش. انت صاحبة البيت يا غالية، يا ما روح، تقوليش انت روح ضيفة قلبي ابد. حبيبتي ما حبيبتي. تقوليش انت ضيفة هنا ابد. بقى ايه رأيكم في البكبكة دي؟ حلو قوي بصراحة. وكان ريحته موصل يعني، كان ريحته حلوة قوي. ضيفوا بس الاضافات اللي انا قلتها لكم، والله العظيم المحشي يبقى في حتة تانية. وما شاء الله يعني بألف هنا اللي ياكل. حاجات بسيطة وحاجات ما خدتش وقت معايا كتير والله. المهم حاجة ان انا فرحتها وجبرت بخاطرها وعملت لها حاجة حلوة، وان هي برضو كانت مبسوطة اصلا، كانت مبسوطة اصلا بوجودي والله العظيم، وكانت مرحبة بيا. ربنا يخليها لي يا رب ويبارك في عمرها كده. هنا بقى انا عملت شوية ملوخية كده صغيرين، يعني على قدي برضو، انتوا في عمايلها زي السكر. انا جبتش 3 كرانيب كده شوربة بس كبار يعني. وبعدين حطيت فيها فصين توم، انا طبعا بصفاها هنا بس. حطيت فيها فصين توم نيين كده، وشويه كزبره صغيرين، بتديها برضو طعم حلو. هي اساسا الشوربه فيها كل حاجه، بس الكزبره بتفرق فيها يعني. وهنا طبعا ضفت الملوخيه اهو قدامكم. دي ملوخيه ناشفه مش خضره، فجميله برضو يعني. طبعا بضربها ضربتين كده بالمضرب، وبتبقى زي السكر يعني. معلش بقى علشان ايه المنظر بتاع الحلقة، بس عادي يعني كلنا كده بتحصل لنا. هنا بقى انا جبت فصين توم، وطبعا انا بعملهم اهو، بعمل لها الطشه بتاعتها حلوه قوي. بس ثانيه بس التوميه تحمر، بعدين احط لها شويه كزبره،
وجميله. هي اصلا الشوربه فيها الملح بتاعها وفيها الفلفل وفيها كل حاجه، فتمام يعني مش محتاجه حاجه تانية غير بس شويه الكزبره بس في الاخر بقى لما التومه تتحمر. وبتبقى زي السكر والله، وطلعت طعمها زي العسل. ويعني في حد يعني كان طالب ان احنا نعمل ملوخيه وكده، فيا رب يا حبيبه قلبي تكوني سامعاني، ويا رب تعمليها كده، وهي طريقه سهله وبألف هنا على قلبك يعني. وكلكم ما شاء الله انا بتعلم منكم يعني، كلكم شطار وزي القمر. ربنا يا رب كده يفرحكم كلكم ويسعد قلوبكم، وبألف هنا على قلبكم. الطشه دي بقى انتوا كلكم ستات وبنانيت قمر، وبتعملوا الحلويات دي كلها في بيوتكم. ها، انا دلوقتي اهوت بعملها في الاطباق بتاعتها. هي جميله، هما بيحبوها كده بنفس السمك ده، في الاخف في الاتقل براحتكم، كل واحد حر يعني، كل واحد بيعمل بطريقته. فانا قلت لمن حاجه كده تمام، قالت لي ايوه هي بتحبها كده، وساعات بتخففها ساعات براحتها يعني. المهم بقى يعني انا كنت هنا خلاص غرفت كل الاكل في الاطباق. وطبعا هنا اهوت خلصنا المحشي الجميل، وكان طبعا طعمه زي العسل والله، وريحته جميله. بألف هنا يا رب كده اللي كل. وما شاء الله كلكم برضو عسلات وبنانيت قمر. بس انا يعني بديكوا فكرة بسيطة، ممكن تكون لسه بنوتة يعني صغنونة وكده ولسه مبتدئة، او تاخد مني فكرة تاخد من غيري فكرة. عادي يعني، كلنا بنتعلم من بعض. طبعا هو كان فات كوسة، فانا ضفتهم معاها عادي، بتدي طعم حلو برضو. ولو في فلفل برضو واتضاف مع الكرنب بيبقى حلو قوي. فما شاء الله يعني بألف هنا. ودي حاجه بسيطه والله، انا بس حبيت ان انا اشارك معاكم. ماما الحاجه اللي قالت لي، وانا حبيت ان انا اشارك معاكم. ويا رب يعني تكون عند حسن ظنكم مش اكتر يعني. انا هنا اهوت برضو احنا خلاص بقى جبنا الصواني هنا، وضفت ضفت الصينيه الحلوه دي. والله كانت جميله وطعمها حلو وشكلها حلو اصلا. البطاطس اللي تحت دي بقى في حته تانية يعني، طعمها اصلا كله واخد من بعضه كده، فطعمها حلو قوي. هنا بقى طبعا حبيت ان انا اطلعهم كده في الاطباق بتاعتهم، كل واحد يبقى قدامه طبقه. انا كنت هضيفها على الصينيه بس قلت لا يعني، كل واحد يبقى قدامه طبقه براحته كده، ياكل براحته يعني. فزي الفل اهو، وبألف هنا يا رب. ويا رب كده تجربوا طريقتي وانتوا بتعملوا. ولو حد عنده اضافات تانية عادي يقولي، ولو حد عنده برضو ملحوظة عليا يقولي عادي. انا بقبل النقد بتاعكم عادي، مادام في يعني، مادام في رقي كده في التعامل وفي رقي في الكلام. انا كلكم على دماغي والله العظيم. انا واحدة عادي، انا لو انا في عملت حاجة غلط او عملت مثلا حاجة ضفتها وانتوا مش حابينها او مش بتعملوها، عادي قولولي. ممكن انقص حاجة ازود حاجة كده يعني. انا هنا بقى طبعا كنت خلاص عملت الصينيه اهي، وهما طبعا بيحبوا اللحمه مش متحمره قوي او مش متحمره خالص يعني. فانا خدتها بس تشويحه كده. وطبعا اهو قدامكم الاكل الحلو اهو. يا رب بألف هنا، ويا رب كده يسعد قلوبكم، ويا رب كده نبقى دايما متجمعين في الخير. ويا رب دايما اجي هنا للست دي والاقيها زي الفل، والاقيها كده بصحه وعافيه. هي زي امي، وانا باجيلها حبا فيها، وباجيلها بحس ان انا باجي اخد والله العظيم الدعوه الحلوه منها، بكمل بيها ايامي. بحس ان هي باحساس ام يعني، احساس ام ان بتدعي لبنتها من قلبها. وكفايه دعوات عليها حتى بعيد قريبه، هي بتدعي لي وبتدعي لكم كلكم. ولان جواها طيب، جواها ست طيبه، وجواها ست صافيه، وجواها بجد جميله يعني. فيا رب كده يسعد قلوبكم، ويا رب يهنيكم. وانا فرحانه ان في ناس كويسه جدا جدا بجد، ويستاهلوا ان هما يتشكروا. وانا بشكركم من هنا عشان انتوا متربيين قوي، وانتوا ولاد اصول قوي. شكرا على كل كلمه حلوه بتقولوها، شكرا على جبر خاطركم ليا او ليها. هي هي بجد يعني. بصوا هي مش عايزه غير دعوه حلوه، وهي لما حد بيدعي لها دعوه حلوه زي ما انتوا بتقولوا كده، انت بتدعي لنا يا ماما الحاجه، ايوه بتدعي لكم من قلبها. وهي دي برضو طبعها، هي دي نيتها، وهي دي قلبها، وهي بتتكلم كده مع كل الناس، مش معاكم بس ان انتوا يعني علشان هنا وقناه وكده، لا طبعا. هي بتتكلم معاكم بكل نفس راضيه، وبتتكلم معاكم بحسن نيه كده، وهي جميله جميله بجد. ويا رب كده، انا اهم حاجه عندي ان هي تكون مبسوطه النهارده. بشوفكم على خير حبيباتي، مع الف سلامه، باي باي.